عايده صاحبي عايده شهدت منطقة أغبال ناكردوس التابعة لإقليم الرشيدية يوم الخميس 28 ماي 2026 حالة من التوتر والاستنفار الأمني عقب نشوب خلاف حاد بين قبيلتي آيت عبد الصمد وقصر تغنبوت، وذلك على خلفية منع دفن جثمان سيدة متوفاة. وتعود تفاصيل الواقعة حسب معطيات أولية متداولة محلياً إلى محاولة نقل جثمان الفقيدة لدفنه في مقبرة قصر تغنبوت بسبب امتلاء المقبرة الأصلية لقبيلة آيت عبد الصمد وعدم توفر أماكن جديدة للدفن، غير أن هذا الإجراء قوبل بالرفض من طرف بعض أفراد القبيلة الأخرى، ما أدى إلى تصاعد التوتر في المكان. وقد تطورت الأحداث إلى اعتصام جزئي داخل المقبرة شارك فيه عدد من أفراد قبيلة آيت عبد الصمد قبل أن يتوجه وفد منهم إلى مقر ولاية جهة درعا في لالت للاحتجاج والمطالبة بإيجاد حل بديل يضمن دفن الفقيدة في ظروف تحفظ كرامتها وتراعي حرمة الموت. في المقابل، قدمت مصادر قريبة من قبيلة قصر تغنبوت رواية مختلفة للوقائع، معتبرة أن ما تم تداوله سابقا لا يعكس الصورة الكاملة للنزاع ويغلب عليه الطابع العاطفي. وأوضحت هذه المصادر أن أصل الخلاف لا يرتبط برفض دفن جثمان السيدة المتوفاة، وإنما بمحاولة بعض أفراد القبيلة الأخرى فرض استعمال مقبرة جديدة فوق أراضٍ سلالية جماعية تعود قانونيا وعرفيا لقبيلة قصر تغنبوت، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مسبق أو احترام المساطر القانونية المعمول بها. وأضافت المصادر نفسها أن قبيلة تغنبوت
تعاملت مع الوضع بحس إنساني ومسؤولية، حيث قامت بتهيئة قبر داخل مقبرتها الخاصة، وعرضت دفن الفقيدة تكريما لها وصونا لحرمة الموت، مع ترك الجوانب الخلافية المرتبطة بالأرض والأعراف للسلطات المختصة والقضاء للبث فيها لاحقا. وأمام احتمال تطور الوضع إلى احتكاكات ميدانية بين الطرفين، تدخلت عناصر الدرك الملكي بشكل عاجل تحت إشراف قائد سرية آرفود بالنيابة، مدعومة بالقوات المساعدة والسلطات المحلية، حيث تم فرض طوق أمني محكم بمحيط المقبرة بهدف احتواء التوتر ومنع أي تصعيد ميداني.